السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نحن الآن في محافظة ميسان مدينة الحب والجمال جنوب العراق الدافئ النابض بالحياة والحب، تحديدا في ناحية كويت، وتحديدا في بيت الشيخ محمد صبيح المنخي الدراجي. أقدر أراويكم المضيف مالته سووه بطريقة حديثة جميلة أيضا. هذا اللي تشوفونه هسه تصميم المضيف جميل جدا. هذا اللي تشوفونه هو تغليف من الحديد، ولكن جدا جدا يحاكي الطبيعة جدا بشكل. هسه هذا اللي تشوفونه هو بليت من الحديد، هذا كله حديد، ولكن بالسي ام سي هاي الآلة تقطع سووه بهذه الطريقة، حتى بما فيه هذا. انا بس اريد اتاكد من الطابوق. هذا طابوق، هذا طابوق اي، بس ما شاء الله بناء بطريقة جميلة جدا. الظهر مالته مسوي ايزوكام من المطر. وندخل حتى نشوف هنا. ننزع لو شنو؟ ننزع؟ لا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كل شيء مشتغلينه حرفية جميلة. الباب، تفاصيل الباب، أنا كل شيء أحب أنتبه على هاي الأشياء، لأن هذا هسه الخشب جاوي مو صاج، لكن مسوى بشكل جميل جدا. يعني جزء منه صاج وجزء منه جاوي. تفاصيل الفينيشينج مالته كلش حلو، مسوى بطريقة رائعة. هاي المدات هذه اعتقد هذه من افضلهن، هذه من افضل المدات الموجودة بالمضيف بشكل كامل. اعتقد هذا الوجار يسمونه وجار، اللي هو بيدلة يعني هاي التفاصيل الاخرى. واستاذ هسه هذا سقفه شنو؟ هسه هذا خشب. هذا خشب يختلف على البرة، الداخل خشب والخارج انتم مغلفينه جام حتى يصير للتبريد وما يدخل تراب. هذا يعني اجمل. هاي احسن مادة بالمادات كلهم. هاي عربية الاصيلة. اي لا، هاي نوعيتها افضل وحدة بالمادات الموجودات كلها. اللهم صل على محمد وعلى الله يعمر المضيف وراعيه. شيء جميل انه تمتزج الحداثة مع الفلكلور، مع التراث. يعني هسه هم مازينه بشكل جميل جدا. يعني انه هذا مغلق تماما زجاج، وهذا شباك للتهوية، وهو كله بالتالي هو كله مغلق، فبالتالي ما يدخل اي تراب، لانه يعني بالتالي يعني التبريد ممكن يكون نافع جدا. الارتفاع ايضا هو يسوي نوع من البرودة، لانه الشمس تسقط بالمكان العالي. وهنا منبر، اكيد هو منبر حسيني، لانه اكيد هنا بهيج مكانات يسوون فعاليات دينية مؤكدا. هذا يعني المفروض ما كان موجود الولد، يعني كان ابنهم، المفروض حكانا الشيخ منو. هذا يعني يبدو انه هنا جدهم وهنا والدهم، الله يحفظهم، الله يرحم الميتين ويحفظ العدلين، لانه ما موجود الاسم، ولكن احنا سجلنا الاسم بالاسم. الله يحفظهم جميعا. الله يرزقه صاحب المكان. المكان جميل جدا ومتقن ومصنوع بطريقة تدعو للفخر، انه احنا عندنا هكذا اعمال مدنية، هكذا اعمال فلكلورية تراثية بطريقة عصرية مدنية، ولكن محافظة كثيرا محافظة على هذا الفلكلور. راح احاول اخذ بعض الصور. والله هو بيها امكانية ناخذ الصور من خلال